تعالى اقول لكم على احلى رحله للواحات. يلا بينا. هنبتدي التحرك من ميدان التحرير، واول مكان هنوصله هو قريه الحيز البدويه. دي هتجرب فيها حاجه من احسن الحاجات اللي ممكن تجربها، وهي العيون الكبريتيه، ودي ليها فوائد كتير جدا للامراض الجلديه والروماتيزم. وبعد ما تخرج من العين هتفطر وتشرب شاي بدوي. بعد كده نبتدي التحرك بالعربيه الدفع الرباعي، واول مكان هنروحه هو وادي العقبات، وده بيقع في وسط محميه الصحراء البيضاء. المكان ده كان بحر زمان، بس على مر السنين اتحول للمنظر الطبيعي ده. وبعد كده هنروح جبل الكريستال، وهو اتسمى كده لانه متكون من اكتر من 12 نوع كريستال واتجمعوا مع بعض وكون لينا الاشكال دي. بعد كده هنروح مكان هنلعب فيه ساند بوردنج. بعد كده هنروح لمكان نخيم فيه، وهناك بيستخدموا في التخييم العربيات والفراشه. وبعد كده ولعنا نار وشوينا وكلنا. يبقى من حسن حظك لو ظهر لك ثعلب هناك، شكلها جميل جدا ومش مؤذيه. وقبل ما تنام هتستمتع بمنظر سما، هيبقى من احلى المناظر اللي هتشوفها لان مفيش تلوث ضوئي هناك. وبعد كده تصحى على الشروق وهتستمتع بمنظر خرافي هناك للشروق. بعد كده هنفطر ونطلع على الصحراء البيضاء الجديده.